يا مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يلا جيتكم بوجه جديد ولوك جديد. ابتدي بالحواجب مثل كل مرة، ولازم تكون الحواجب نظيفة ما فيها بقايا كريم او سيرم. جل حواجب امي، احب الحاجب واخليه فترة عشان يمسك، وبعدها اشكله مثل ما ابي. بعد ما يمسك الجل بالشعرات يبتدي يشتغل الحين. بستخدم هالدرجة، وطبعا تقدروا تستخدمون اي كونسيلر بما انه 5 in 1 مقطوع هالفترة. ان شاء الله نلقى حل واقول لكم. احط قاعدة للشادو وارتب تحت الحاجب. طبعا حاجبها قصير او هي مقصرة حاجبها، فبنضطر نطول الحاجب. اوزع الكونسيلر على كل الجفن. لوك اليوم 5 ام بي، الكثير من المنقط بتشوفون. فرشاة ام بي للحواجب، اطول الحاجب وارتبه. اركز ام بي تحت العين. اعطوني رايكم فيه تحت السناب وقولوا لي. باليت فيث ام بي وفرشاة فلفي فلات ام بي. استخدم احلى درجة بني، ملمس وخامة ولون. وزع لون بالزاوية ذي بس. نفس الشي من تحت. وأدمج نفس الدرجة البنية اللي استخدمتها بالبداية. أحط كوت ثاني فتطلع أغمق. صار اللون متدرج الحين. صارت العين متدرجة وكأن فيها أكثر من درجة بني وهو لون واحد بس. بالنص أوزع درجة رمادية، بتكون رمادي بني فاتح. بداية العين الدرجة البيج المطفية اللي في باليت فينتج. درجة البني الغامق من باليت فيث. أحط بهالجزء كأني أحط آي لاينر، أمد شوي، ونفس الشيء أموه حتى خط رموشها بس ما أمره. هالحركة تسحب لي عينها بشكل مرتب بدون آي لاينر. أدمج اللون البني اللي حطيته بالأخير بهالفرشاة. طبعا ما أحكي لكم إيش كثر مهمة بالنسبة لي هالفرشاة وحيل أحبها. آي لاينر أمبي الأسود بس أحدد خط رموشها أكحلهم. ما أمد في الآي لاينر أبدا، بس تكحيله. استخدم لها مسكرة أو ماي ايز امبي اللي ما بعد توصل، وإن شاء الله قريب توصل. بس عندي لكم خبر حلو، الفكسر وصل، يعني وقت العروض بيكون موجود، واللي مستعجل عليه ترى هو موجود. والله ما ألومكم، تنتظرونها. شوفوا شلون صارت رموشها. عادي تكتفون بالمسكرة، فعادي يعني أبي دراما أكثر بحط لها. ركبت لها رمش طرفي من ماجيك لاشز امبي. اللون الأسود من باليت فيث، أحط بها جزء من العين. وأرجع الفرشاة كلاسيك بلندر امبي
أدمج كل شيء مع كل شيء لأن اللوك فيه تمويهة ما راح يكون محدد. خلاص الحين يكفي، هو ربع ساعة يكفي تحطون ماسك تحت العين يترطب ونشد. فخلاص شلته. أرجع للدرجة البيج اللي في باليت فينتج، أحط فيها الجزء اندمج مع وتحت خط رموشها. أدمج كل شيء تحت العين، اللون البرونزي واللون البيج. بكذا نكون خلصنا العين. هنا قاعدة أسوي تيست على الفاونديشن عشان أختار الدرجة اللي تناسبها. هو بيناسب 4 درجات للأمانة من ام بي، بيناسبها توفي ولاتيه وفرابيه كلهم. دمجتها درجتين بانكيك مع وافل. شوفوا اللون مناسبة جدا. الحين بيندمج مع بشرتها، بتشوفون تصير بشرتها قطعة واحدة. طبعا استخدمت فرشاة بافي ام بي. بعد ما وزعت الفاونديشن قاعدة أوزع الكونسيلر درجة وافل. وللتنوير استخدمت درجة بانكيك. حطيت الكونتور دمجته. باقي كونتور الخشم بحب استخدم هالفرشاة. بلشر كريمي درجة كاندي ام بي. نفس فرشاة الفاونديشن اللي هي بافي، ادمج فيها البلشر. يلا شلون يفرق البلشر في البشرة، شلون ينورها ويضويها، شلون التغطية. هذا قبل أثبت، ترى قاعدة أطالع مبهورة ما شاء الله. المهم جاء وقت السحر، وقت لوس بودر ام بي. ابتدي بتحت العين كالعادة، بعدين أثبت كامل الوجه طبقة خفيفة. الدرجة البرونزية اللي في باليت فيث ندفي فيها الوجه. نجي الحبيب عيني، حبيب أيام بلاشر وان تاتش بالدرجة الفاتحة. استخدمت هنا الروج ويكند، وكنت متعمدة ما أحط أي محدد عشان تشوفون الدرجة النود المثالية. أموت عليه. طبعا مع المحددات خيال يتشكل، بس شوفوا بدون محدد. حطيت لها روجين، هذا الفاتح ويكند، الثاني روحوا شوفوا نزلت فيديو قلوب ضعيفة لا تدخل.